السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله كتير. بشكر كل حبايب قلبي اللي منوريني في القناه وبيدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وبشكر كل حبايب اللي هيشرفوني برضو. هنا بقى نعمل فطار بسيط كده مع بعض. انتوا عارفين المصريين كلهم ذوقوا من الفول والطعميه. ده الحبتين من البطاطس غسلتهم كويس وخرطتهم زي ما انتوا شايفين عشان يستووا بسرعه، وحطيت لهم حبه ملح. طبعا هسيبهم هنا يتسلقوا. هحط لهم معلقتين من السمنه زي ما هتشوفوا كده. هنا السمنه هنزل فيها البيضه. خلي السمنه تسخن ونزلت فيها البيضه، ويعني هقلبها بسرعه علشان تبقى قطع صغيره. وهنا البطاطس قشرتها زي ما انتم شايفين كده وهرستها. هنزل بالبطاطس في السمنه. هقلبها كده هنا دقيقتين 3. هقلبها كويس كده في البيض والسمنه. زي ما انتم شايفين كده لازم اقلبها كويس. والبطاطس بالنسبه للبطاطس دي انا ما بحبش اللي هو اقلبها بس كده احطها في السمنه واديها قلبه واطفي. لا، انا لازم اسيبها شويه كده على النار دقيقه كده، ولا يعني بعد ما اقلبها دقيقه ولا حاجه بسيبها كمان يجي دقيقه، وبعد كده بطفي عليها. يعني مش اللي هو اقلبها قلبه خلاص واقفل. لا، انا هنا كده هسيبها دقيقه كده وهطفي عليها. معايا بقى في الحله التانية هنا السمنه برضو فيها قرن فلفل. هنزل عليها بقرن فلفل بعد ما تسخن، وبعد كده هنزل بالصلصه او بالطماطم. طبعا دي كده الطماطم اتسبكت اهي. طبعا دي ولا بصل ولا توم، ده يعني صلصه على الفلفل والسمنه. ونزلت فيهم معايا كيس من الفول اللي هو فول بقوطه او فول بطماطم. هقلبه بقى كويس واحط الملح، وبدل فيه طماطم يبقى فيه ربع معلقه من السكر. انا بقى كده خلاص حط بقى الملح اهو، وهظبط احط حبه كمون وشويه حاجه بسيطه جدا من الكزبره. يعني انا مبحطش غير الكزبره والكمون. بالنسبه للبطاطس برضو نفس القصه، يعني حطيت كزبره وكمون. هنا بقى خلاص زي ما انتم شايفين البطاطس ما شاء الله، شايفينها ناعمه ازاي. انا بقى اغرف البطاطس ونغرف الفول عشان نروح نفطر بقى. حبايب قلبي، يا رب الفيديو نال اعجابكم. ما تنسانيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي. ادي البطاطس ما شاء الله تستاهل اللايك والفول. مع السلامه.